عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلوس يا ولاد. النهارده إن شاء الله عايزين نتكلم عن ترشيد استهلاك الكهرباء في حياتنا. احنا عارفين ان الكهرباء مهمة جدا في حياتنا يا ولاد، صح ولا لا؟ صح. الكهرباء مهمة جدا في حياتنا من حيث استخدامنا للأجهزة الكهربائية، سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف. لابد إن احنا نحسن من معاملاتنا عشان نبقى عندنا ترشيد للكهرباء. الأجهزة الكهربائية بتدار بالكهرباء، المستشفيات بتعمل أجهزتها الداخلية سواء أشعة أو تحاليل بالكهرباء. الماكينات الزراعية بقت دلوقتي بالكهرباء. فعشان كده الكهرباء مهمة جدا وشيء هام جدا في حياتنا، لابد ان احنا نحافظ عليها ونرعاها. مين يقول لي نعمل عملية ترشيد للكهرباء ازاي؟ قول يا كريم. نحافظ على الكهرباء لما نحط الشاحن من التليفون نحوشه على طول، نحافظ على الكهرباء، ولما نكونوش قاعدين في مكان نطفي اللمبة عشان نوفر في الكهرباء. برافو عليك، برافو. رغد. ما نحطوش الفيشة في الكهرباء. الحاجة الثانية يا أولاد، لو أنا قاعد في غرفة واحدة مثلا في المنزل ما أخليش الأنوار كلها مضاءة، لا، ما أخليش إلا النور بس اللي منور إلا الغرفة اللي أنا متواجد فيها. آية أول ما نطفي النور لازم نحوش الفيشة عشان ما تبوظش حاجة. ما تبوظش الأجهزة الكهربائية. في فصل الصيف ما نشغلش كل المراوح وكل الأنوار يا أولاد، ولا التكييفات ما تبقاش بصفة مستمرة شغالة. لازم نخفض من استهلاكنا للكهرباء، ما اخليش التكييف شغال ليل ونهار. مثلا اخليه جزء من الوقت لغايه ما الاوضه مثلا تسقع ولا اي شيء، وبعد كده افصل. احاول افصل الاجهزه الكهربائيه يا اولاد الكثيره في البيت عشان الكهرباء تبقى عندي شيء مهم جدا احافظ عليه.